في اللحظة اللي قلنا فيها مقاطعة اكتشفنا حقيقة أخطر من أي أزمة اقتصادية. احنا بقالنا تقريبا 100 سنة ما بنعملش حاجة بإيدينا، وده السبب الحقيقي إن الصنيع المصري تقريبا اختفى. عارف يعني إيه ده؟ يعني جيل كامل اتعود يشتري بس ما اتعودش يصنع ولا يبتكر ولا يحط بصمته، وبين يوم وليلة لقينا نفسنا محتاجين نرجع روح ضاعت من زمان. وأنا كنت واحد من الناس دي. كان سهل جدا أعمل زي براندات كتير، آخد أوردر أروح لحد ينفذه وأكسب فلوس وخلاص. بس ده كان هيعلمني إيه؟ ولا حاجة. عشان كده قررت أعمل كل حاجة بإيديا، مش علشان عاشق للشغل زي ما الناس بتقول، لأ، عشان أتعلم، عشان أرجّع الإحساس اللي كنا بنسمعه من زمان عن الصنايعي اللي شغله يشرّف، واللي العالم كله كان بيقدّره. الإحصائيات بتقول إن العلامات التجارية اللي بتصنّع منتجاتها بنفسها نسبة ولاء العملا ليها بتزيد لحد 60%، وده لإن الناس بتحس بالروح، بتحس إن ورا كل قطعة حد حاول وتعب واتطوّر. وبراندنا لسه في البداية. صح، في ناس بتعمل اللي بنعمله، بس الفرق إن إحنا مش بنكوّن منتجات، إحنا بنكوّن رحلة وبنكوّن خبرة، وبنكوّن جيل جديد من الناس اللي بتحب تعمل الحاجة بإيديها. وصدّقني، أنا مش شايف البراند ده كمشروع هدايا، أنا شايفه كبداية لإحياء فكرة كانت هتموت. وبإذن الله في فترة قصيرة جدًا هنكون في مكان ما حدش متوقعه، وساعتها هتفهم يعني إيه اللي معمول بروح عمره ما يتقارن. تابعنا واطلب هديتك اللي معمولة مخصوص ليك، وأنت هتشوف الفرق بنفسك.